السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي، صباح الهنا والسعادة والجمال. ما تيجي أقولك على حاجة غريبة شوية. عمرك فكرت إن شعب كامل ممكن نتعرف من طريقة كلامه؟ مش من شكله ولا من لبسه ولا حتى من أكله، من كلامه، من الكلمات اللي بيستخدمها كل يوم، الكلمات الصغيرة اللي بنقولها من غير ما نفكر. يمكن عشان كده لما نبص على نفسنا دلوقتي ونفتكر كلام الناس زمان بنحس إن في حاجة اتغيرت. وأنا هنا مش بتكلم عن اللغة، بتكلم عن الروح. زمان واحنا صغيرين كان في كلمات معينة عايشة وسط الناس، في البيت، في الشارع، في المدرسة، في المحلات، الميكروباصات. كلمات بسيطة جدا لكن كان ليها معنى أكبر من حروفها بكتير. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. فاكر كلمة من فضلك؟ يمكن الكلمة نفسها لسه موجودة، لكن زمان كانت بتتقال أكتر. والأهم من كده بقى إن كان الإحساس اللي وراها موجود. لما أقولك من فضلك أنا مش بطلب منك حاجة وبس كده، أنا بقولك إن ليك قيمة وإن ليك حق توافق أو ترفض، إنك مش مجرد شخص موجود قدامي. الكلمة كانت بسيطة لكن كانت بتعلمنا الاحترام من غير دروس. وكان في تعبير تاني جميل: بعد إذنك. كأن الإنسان بيقول للي قدامه أنا شايف حدودك وشايف مكانتك وشايف حقك. زمان الطفل يدخل على الكبير يقول له بعد إذنك، والجار يكلم جاره يقول له بعد إذنك، الموظف يكلم زميله يقول له برضه بعد إذنك. مش لأن الناس كانت أضعف، لكن لأن الذوق كان أقوى. وفي وسط الزحمة دي كلها كانت في كلمة صغيرة اسمها متشكر. كلمة ما بتكلفش حاجة لكن كانت بتفرق، لأن الشكر عمره ما كان مجرد رد. الشكر اعتراف إن في حد تعب علشانك، إن في حد عمل حاجة تستحق التقدير. ويمكن علشان كده أجمل الناس مش اللي بياخد كتير، أجمل الناس اللي ما بينساش يقول متشكر. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. نيجي بقى للكلمة اللي الناس كتير بتخاف منها. الكلمة دي هي آسف. مع إن الغريب إن الاعتذار عمره ما كان ضعف. الضعف الحقيقي إن الإنسان يغلط ويصر إنه مغلطش، لكن القوة إنك تبص لنفسك قبل ما تبص لغيرك وتقول ببساطة آسف، سامحني، كنت غلطان. هي كلمات قليلة لكن محتاجة قلب كبير. بس الحقيقة الحلقة دي مش عن من فضلك ولا عن بعد إذنك ولا عن متشكر ولا حتى عن آسف. الحلقة عن حاجة أكبر بكتير. الحلقة كانت عن ثقافة كاملة كانت مستخبية جوه الكلمات دي. ثقافة احترام وثقافة تقدير، ثقافة اعتذار وثقافة ذوق. والحاجات دي لما بتقل بنحس إن الدنيا بقت أخشن شوية، والناس بقت أصعب شويتين، والكلام بقى أسرع، مش لأننا وحشين لكن لأننا بقينا مستعجلين. وعشان كده يمكن احنا مش محتاجين نرجع الزمن ولا نعيش زي زمان، لكن احنا محتاجين نفتكر الحاجات الحلوة اللي كانت فيه. محتاجين نفتكر ان كلمة حلوة ممكن تصلح يوم كامل، وان احترام بسيط ممكن يفرق في حياة انسان، وان شكر صادق من القلب ممكن يهون تعب كبير، وان اعتذار حقيقي ممكن يصلح علاقة كانت هتضيع. في النهاية ثقافة الشعوب مش بتظهر بس في الكتب ولا في الخطب ولا في الشعارات. أحيانا ثقافة شعب كاملة
بتبان من كلمة. كنت معاكم أنا محمد سعد، وده كان راديو على ما تفرج في حلقة النهاردة بعنوان ثقافة شعب بتبان من كلمة. كلمات كانت عايشة بينا. استنونا الحلقة الجاية في نفس الميعاد إن شاء الله يوم الخميس الساعة 7 الصبح، ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني